السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو حلو جدا لعشاق الحامي، وهي هرسة الشطة. وطبعا احنا في فصل الصيف بتبقى الفلفل الحراق الاحمر ده متواجد كتير وبيبقى حامي جدا، احسن من فلفل الشتاء. هيبقى واخد لون بس هيبقى بارد على فكرة. بصوا يا جماعة، أنا جبت حوالي كمية أقل من 2 كيلو غسلتها ونشفتها، وما كانش عندي وقت حطيتها في الفريزر. لما جيت استعملتها بقى مسكتها، قطعت العنق بتاع الفلفل، الحتة اللي من فوق دي، وهقطعه وهفرمه في الكبة. تمام. بصوا حبايبي، لكل كيلو مطحون فلفل أحمر بيتحط عليه معلقة ملح. بس يستحب ان انت تحطي الحاجة دي في برطمانات محكمة الغلق وتكون ازاز، يعني لو عندك بلاستيك خلاص، لو ازاز لازم تعقميه. طبعا تحطيه في ميه بتغلي وتمسكيه تفضيه تنشيليه بحاجه كده، بمعلقه خشبيه او حاجه، وتفضيه وتسيبيه ينشف مع نفسه. ما تحطيش ايدك فيه او تنشفيه بفوطه او حاجه تانية. تمسكي البرطمان وتحطيه كده فوق النار، يعني على قد ما ايدك تقدر توصل، بس ما تاذيش البرطمان. دي طريقه تعقيم برضو كويسه. الطريقه اللي انت تكون مستحبه ليكي اعمليه. اتمنى ان انتوا تجربوها، ودي بتدخل في اكلات كتير. انا بالنسبه لي هرسة الشطه دي يعني زي عيل في ولادي، غالي عندي كده تقريبا، فاهمين؟ لان انا ولادي من عشاق الحاجه الحاميه، بتدخل في كل حاجه. انا يكاد تكون بتحطها في الطبخ كمان. بصوا حبايبي، انا حطيت هنا معلقه ملح كبيره قوي، على اساس ان انا الكميه كانت اقل من 2 كيلو، لكن انا زي ما بقولك لكل كيلو معلقه ملح ممسوحه. تمام. وادي البرطمان بعد ما انا كنت معقماه، وانا عبيت البرطمانات. هو الكميه دي عملت معايا 2 برطمان. اتمنى ان انتوا تجربوها وتنال اعجابكم، وهتستعمليها في مخللات، في دقه مكرونه لو انت بتحبي الحاجه الحراقه. يا رب تعجبكم وتجربوها، والسلام عليكم.